السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنعمل القرص الطرية الصحية. عندي هنا دقيق الشعير، هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف كالعادة. عندي دقيق الشعير، ممكن تعملوه بشوفان بس المرة دي بشعير. عندي هنا سمسم محمص والعجوة اللي انا عاملاها، وجبنة شيدر وبيض وجبنة قريش، بس انا حاطة عليها شوية لبن لانها كانت نشفت. انتوا بتعملوا جبنة قريش عادي بدون ملح. والاضافه اللي عندي، وعندي بيكنج باودر، وعندي ريحه الكحك. لو ما فيش ريحه الكحك ممكن نحط ينسون مع شمر. دي السمنه البلدي اللي انا سيحتها على النار، بس هنعملها ما هي سخنه، هتبقى برد، هي عشان كانت عندي في التلاجة. نبدا بالعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت البيض مع الجبنه لما بقى كريمي كده، وهنحط المقادير الجافه اللي هي البيكنج باودر والملح وريحه الكحك. نقلب المقادير كويس مع دقيق الشعير لغايه ما يمتزجوا كويس جدا. بعد كده هننزل بالمقادير السايله على المقادير الجافه ونعجنهم كويس. القرص دي جميله جدا، بس حاولوا ما تكملوش كميه كبيره عشان ما تنشفش، دي ملحوظه مهمه. هنجمع العجينه، نكون مجهزين الفرن ومجهزين دلوقتي بضيف السمنه، ومجهزين الصينيه ويكون عليها ورق زبده، حاجه تتشرب مع الشاي، تروح في اللانش بوكس، تكون حاجه يعني تساعد الاطفال، يعني ان ياكلوا حاجات صحيه، تشجعهم ياكلوا حاجات صحيه بدل الشيبسي والحاجات اللي بياكلوها من المصانع دي. هنجمع العجينه كويس. العجينه هتكون طريه، يعني ما تكونش جامده جامد ولا لينه خالص، لان الشعير كل ما هنتركه هيجمد. هجمع العجينه ونكون مجهزين الحشو. طبعا انا عندي العجوه عملتها مع سمنه وحطيت فيها قرفه، ممكن تحطوا فيها زنجبيل، ممكن تضيفوا لها هيل زي ما تحبوا، ولفتها بسرعه على النار. اللي هي طريقه الحشو المعتاده اللي جت في الفيديوهات اللي قبل كده. هخلص العجينه واريحها شويه. اي عجين يتعجن لازم نريحه شويه، ربع ساعه 10 دقايق. بعد ما العجين يرتاح، شايفين يعني طري طري وجميل جدا، يعني وسط، لا جامد ولا سايل. نبدأ العمل فيه. ما تنسوا اللايك بقى، ارفعوه قبل ما تنسوا، شجعونا على الاستمرار وشجعوا المحتوى الهادف. هبدأ بقى اخد قطعة صغيرة اعمله. انا الاول عملت حجم كبير ورجعت تاني صغرت الحجم، انتوا براحتكم، الحجم ده بتاعكم انتوا اعملوا براحتكم. هبدأ اخد الحشوة اللي انا عاملاها بتاعت العجوة هنا كانت عندي، كانت تركاها يعني شوية فنشفت عندي من درجة حرارة الجو، فهي سايل عندي شوية، زودتها شوية مية يعني من عندي. وهبدأ اقفل. المهم تقفلوا كويس، ما تخلوش فيها شقوق حتى ما تنفتح وتخرج الحشوة. حاولوا تخلوا الملمس بتاعها ما فيش فيه اي شقوق خالص، وننزل نضغط عليها في السمسم المحمص. ادي اول واحدة، عملت كمية قبل الكاميرا، شايفين في صغير وفي كبير، بس الصغير احسن. بكده نبدأ بقى في العمل اللي هي بالجبنة شيدر بنفس الطريقة. شايفين خلصت المقدار اللي عندي، بس علمت اللي فيها الجبنة الشيدر ببعض حبات حبة البركة اللي هي اللي فيها الأسود ده. هحطها في الفرن على 180 لغاية ما تتحمر كويس. أرجو ينال إعجابكم. شايفين جميلة جدا ومغذية، وأنا مش هقولكم عن الشعير، إن شاء الله لو ربنا أحيان إن شاء الله أعمل لكم فيديو عنه أو اقرأوا عنه على النت. الشعير ليه فوائد لا تعد ولا تحصى.